هلو everybody لوشن، عسلامة مرحبا بكم. ان شاء الله رمضانكم مبروك. انا رجعت لكم مرة اخرى في الحلقة الثانية. ان شاء الله اليوم باش نعمل بسبوسة مع بعضنا وشهرت بالهريسة الحلوة. فيديو اليوم باش نعمل تجربة مع بعضنا، معناتها اني ما عملتهاش قبل، فهمت؟ شفت فيديو كذا باش نزيد ونقص من عندكم ان شاء الله، فهمت؟ واول مرة باش نخدم بالكونفيتي في كيس. معظم الوصفات اللي ريتهم مش مكتوب بالجرامات بالكيس، وديما نناقش اني وامي تقول لي ولي اخدم بالكونفيتين تاع الكيسين، خاطر برشا عباد ما عندهمش ميزان يوليو كيك يخدموا معاك بالكيس. دونك باش نجربوا مع بعضنا نخدموا بالكيس وان شاء الله تنجح. كان نجحت الفيديو نهبطها، ما نجحتش ان شاء الله فيديو واحد. ما تنساوش كان عجبكم الفيديو تعملوا شير وتبارتاجيوه لاصحابكم، وفما البوطون الاحمر والأخضر سبسكرايب كليكيو عليه وفعلوا الجرس اللي جنبه باش توصلكم اي فيديو نعملو جديد. دونك البسبوسه متاعنا نحتاجو زوز كيسان سميد، نص كاس سكر، نص كاس زيت، هذا الكاس اللي استعملته مش قصة المقادير الكل، كاس ونص حليب، شكارة سكر فاني، شكارة خميرة سامحوني، وشكارة سكر فاني. بون حاجة أخرى، الفيديو اليوم باش نجرب نصور جوست بالأونجل هذي، مانيش باش نقعد نبدل الأونجل كل مرة. شوف كان عجبكم الفيديو نكملوا على المنوال هذا، ما فماش عندكم أفكار أخرى معناتها عطيوني. بون بوغ المومون بعد كل شيء هذا عجبك باش نحضروا الشحور نتاعنا. الشحور نتاعنا تلقاو الروسيت الكل تلقاو موجودة دوزة في الديسكريبسيون. بعد هذاك كل عجبنا. دونك هاني باش نقيس معاكم الكيس باش نخرجوا نشنا ولا حاجة. دونك باش نعملو الشحور نتاعنا نعملو كيس ماء عليه زوز كيسان سكر، ديما الماء يشطر السكر. بعد ما صبينا زوز كيسان سكر وكاس ماء، تو باش نخلطوهم خارج الغاز. خاطر بعد وصلنا حطيناهم فوق الغاز ما عادش نخلطوهم، السكر ما يعملش طبقات على جنب ويفسد لنا الكوش ديالو. ننساو زاد ناخذ ربع كعبة قرص، ربع طيشة، ونورمالمون نعصرها زيادة، وخليونا الشطر الكعبة غير ربع اللي قاعد بنعملو لها الزيت بتاعها نحطوه فوق البسبوسة، نحطوه فوق النار لمدة 10 دقايق. دونك اني جبت بورتابل باش نحط الخرمات، دونك نحطوه فوق الغاز ونرجع لكم نحضر البسبوسة نتاعنا. دونك جبت بول نحطو فيه السميد، نحطو السميد ونحطو معاه الزيت، ونخلطوها. تنجم تخلطو بيديكم زادا ما حتى مشكل. عشان بعد ما نخلطوها بالكدا على علمي قالت نخليها ما بين ربع ساعة 20 دقيقة باش تشرب الزيت نتاعها السميد. هذا الشحور نتاعنا فاتت 10 دقايق نتاعو، زدت شوية أخرى خاطر ذكرت فازة ريتها إنه كي نحطو قطرة على الرخامة نورمالمون تقعد واقفة القطرة ما تتبزعش. نعمل فوكيس ولا هو بريسك حاضر، نزيدوه شوية برك دقيقة دقيقتين ومش طفالي. بعد ما السمن تاعنا ارتاح ربع ساعة ولا 20 دقيقة نزيدو باقي المكونات ماذا بين الشايحة، واني زدتو زيت سيترون، خلطوهم المواد الناشفة مع بعضهم، بعد نزيدو الحليب وزدتو شوية عطرشية، خلطوه بالكدا لين الخليط يولينا متماسك يشبه ياسر للقط. ايوا بعد ما كملنا حضرنا البسبوسة نتاعنا، جبت المول باش ندهنوه بطرف الزبدة، تكون نطلعها قبل معناتها بوقت. كما تشوفوا بعد ما دهناه المول بالزبدة، جبت شكارة السميد شرشت عليها السميد، يعني مش عملوا لها
هاك المول متاعنا شدها. نحطو الخليط متاعنا في المول اللي دهناه، وحطيت الفور يسخن على أعلى درجة، يعني حطيته لمدة 30 دقيقة. أما نصيحة مني حطوه في 180 درجة. توا بعد ما خرجناه من الفور بون مش عارف الطابق اللي شخص فيها السكينة خرجت شايحة توا دونك توا مش نقصها ونصب عليه شحور ديريكت. حاسيلو هكا نكونوا وصلنا لاخر الفيديو. متنساوش تعمل سبسكرايب وجيم وبارتاج الفيديو مع اصحابك ميسالش ولا حتى كان ما عجبكمش الفيديو ميسالش اعمل ديسلايك نتقبل. خليولي دي كومنتير رايكم في البروجي ان شاء الله تطلع ناجحه خاطر توا جوست يلزم نخليها تبرد كومبليتمون. حطها في الفريجيدير ولا حاجه حتى شقان الفتر. كان تحبوا تعرفوا الريزلتا معايا تابعوني على الانستغرام تلقاو في الديسكريبسيون تلقاو الانستغرام تاعي والفيسبوك. تو نشوفوا الريزلتا مع بعض مع شقان الفتر. شاهية طيبة للناس الكل. بالسلامة.